السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه اريج. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. فاليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه تحضير هاد الشباكيه. طريقه اللي هي جديده وحصريه. شباكيه على شكل ورده. كما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي راقي وكتجي رائعه. سهله، يعني طريقه التحضير ديالها جد جد سهله. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، عندي هنا نص كيلو ديال الدقيق الابيض اولا الفورس. غنحتاج نص كاس ديال الزبده اللي تكون نوعيه جيده، مذوبه، خليتها دابت مزيان حتى رجعت في هذا اللون، يعني بدات كتغلي حتى تبدل اللون ديالها. غنحتاج هنا 4 كاس ديال الزيت النباتيه، وغادي نحتاج هنا واحد الكاس مخلط ما بين الزنجلان مطحون واللوز حتى هو مطحون. بالنسبه للقياسات، كاس ديال العنبه اولا كاس ديال الشاي. غنحتاج قبيصه ديال الملح، صفر بيضه، واحد المعلقه صغيره ديال النافع، وواحد المعلقه صغيره ديال القرفه. غادي نحتاج هنا واحد نص خماره حمراء، وغادي نحتاج شويه ديال الخرقوم اولا الملون. وواحد راس هكا معلقه، راس معلقه ديال الخميره الفوريه. غادي نحتاج واحد 4 المعالق ديال الخل، والماء زهر على حسب الخليط. فهنا اول حاجه غناخذ واحد الكاسرونه وغادي ندير فيها دوك 4 المعالق كبار ديال الخل. بالنسبه للخل، انا توفر لي هذا الخل الابيض. اللي ما عندوش الخل الابيض فيمكن ليه يستعمل الخل العادي اللي كيكون اللون ديالو هكا غادي الاصفر. فبحال اي خل متوفر عندكم فاستعملوه. صافي، وغادي نضيف هنا في الاول كاس مع مرش ديال ماء زهر، اللي كما قلت لكم الماء زهر على حسب الخليط، فإلا احتاجيتو راني غادي نزيدو من بعد. غادي نضيف هنا شويه من الملون الغذائي اولا الخرقوم، غير اللون فقط كيعطي اللون للشباكيه زوين. غادي نديرهم فوق البوطه حتى يسخنوا ليا مزيان، يعني حتى يقرب يغلى ونطفي عليه. فهنا اول حاجه غنبدا بها خديت القصريه اللي غادي نخلط فيها الشباكيه. غربلت الطحين كامل اللي عندي، نص كيلو ديال الدقيق اللي يكون نوعيه اللي هي مزيانه. غادي نضيف عليه واحد المعلقه صغيره ديال النافع تكون عامره. بالنسبه للنافع فراني خديته نقيته مزيان وغسلته، من بعد خليته حتى تسقطر شويه ودخلته للفران غير حتى نشف وتحمر ليا غير واحد شويه، عاد طحنته صافي. وضفت معلقه صغيره اللي هي عامره ديال القرفه، ونص خماره حمراء. وغادي نضيف هكا راس معلقه صغيره ديال الخميره، ما تكتروش بزاف على هذا الشكل. وغادي نضيف واحد القبيصه هكا ديال الملحه، تقريبا نص معلقه صغيره. غادي نضيف هاد الكاس اللي مخلط ما بين اللوز والزنجلان. بالنسبه للزنجلان فانا شديته نقيته وغسلته مزيان، من بعد دخلته الفران خليته تحمر شويه فقط. يعني الا حمرته بزاف بزاف فراه ملي غتقليه وغادي يعطيكم المروره، يعني ضروري ما تحمروه غير واحد شويه. وطحنته مزيان حتى تسحق، ضروري ما يتسحق. وبالنسبه للوز خديته غير مسحته وطحنته بالقشور ديالو، يعني هكاك طحنته حتى هو حتى تسحق، يعني حتى ولا ليا بودره. ضروري ما تسحقوه مزيان. صافي، وضفت ديك الزبده مع الزيت، وغادي نبدا هكا نجمع اولا نبسبس في هاد الطحين اولا كنحاول انني ندخل هاد الطحين مع الزبده والزيت مزيان على هاد الشكل. فصافي، من بعد ما هكا خلطت هاد الطحين مزيان مع هاد الزبده والزيت، فغادي نضيف هاد صفر بيضه. وغادي نبدا نجمع في هاد العجينه اولا هاد المكونات بالخل وما زهر اللي خليناهم حتى سخنوا لينا مزيان على هاد الشكل. غنبقى نضيف شويه بشويه، ما نضيفش دفعه واحده، يعني نبداو نضيفو غير شويه بشويه. وإلا خصنا ما زهر فراه غادي نديروه يسخن عاوتاني وعاد نخدمو به. انا هنا راني زدت عاوتاني واحد شويه، انا ردو فوق البوطه حتى يغلى، عاد غادي نخدم به على هذا الشكل. صافي، غنبدا نجمع في العجينه
ما تجينيش قاصحه بزاف، فتجي عجينه اللي هي عاديه باش تجينا سهله في الخدمه. فانا بعد ما تجمعت لي العجينه فما كندلكهاش بزاف، غير هكا شويه كنديو نجيب فيها باش ينسجموا لي دوك المكونات كاملين. ضروري ما هكا تجمعوها شويه حتى يبان لكم ان ولات عندنا عجينه اللي هي منسجمه مع بعضياتها. صافي غادي نحاول هكا نقسم هاد العجينه هكا على 4 ديال الكويرات، وغادي نديرهم في بلاستيك ضروري باش ما ينشفوش ليا. عاد غادي نبدا نخدم بهم. فصافي هنا من بعد ما خليتها ارتاحت تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، فانا غادي نحاول هكا نطلقها بالمدلك. كما كتشوفوا في العجينه راه كتجي رطبه يعني وكتجي سهله في الخدمه. ما نحتاجش ان نرشو، ما ترشو زعما لا دقيق لا والو، فراها ما كتلصقش. غنحاول هكا نطويها على هذا الشكل باش تجيني في الخدمه من بعد سهله وتجي يعني مزيانه. فغادي نردها البلاستيك، يعني ضروري ما تخليو هاد العجينه ديالكم في بلاستيك باش ما تقصحش ليكم. وغادي نستمر على هاد الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. فبالنسبه نسيت ما قلت لكمش قبيله، بالنسبه للوز اللي ما بغاش يدير اللوز فيمكن ليه ما يستغنى عليه، ماشي ضروري. عوض ما نديرو كاس مخلط ما بين الزنجلان واللوز، فغديروا كاس هكا ديال الزنجلان بوحدو، فراه كتجي حتى هي مزيانه. صافي غنستمر على هذا الشكل حتى نسالي. فصافي دابا غادي ندوز باش نشكل العجينه. غادي ناخد العجينه الاولى وغادي نحاول هكا نطلقها بالمدلك مزيان. بالنسبه للناس اللي عندهم الاله ديال الشباكيه او لا ديك الاله باش كنصايبوا الرزيزه، فمن الاحسن انكم تستعملوها، فراها كتسهل العمليه احسن من المدلك. واللي ما عندوش فيستعمل هكا المدلك بحالي، فراه كتعطي نفس النتيجه، فقط الاله كتسهل علينا وصافي. فكما كتشوفوا هنا راني طلقت العجينه مزيان، يعني تكون رقيقه بزاف. راه كنأكد ان العجينه خاصها تكون رقيقه بزاف. صافي هنا خديت غير واحد الكاس، يمكن لكم تستعملوا اي قطعه عندكم. انا ما توفرتش عندي قطعه اللي هي متوسطه الحجم، عندي قطعه صغيره. فصافي استعملت هكا كاس ديال العنبه باش تجيني الوريضه هكا الحجم ديالها متوسط، ما تجينيش صغيره بزاف على هذا الشكل. فبالنسبه لهاد العجينه اللي كتشيط فراني كنرجعها البلاستيك حتى كنكمل الكميه اللي عندي، وكنرجع نعاود نخدم بديك العجينه، ديك العجينه اللي كتبقى شايطه لينا. فبالنسبه لهذا التشكيل ديال هاد الوريضه فراه ساهل ساهل بزاف. كناخذ هنا 6 ديال الدوائر اللي كنحطو هكا وحده تقريبا فوق وحده على هاد الشكل، وكنلفوها على هاد الشكل. فبالنسبه لدوك 3 ديال الدوائر الاولين فنحاولوا ما نزيروش فيهم يدينا، يعني كنأكد على انكم ما تزيروش يديكم في دوك 3 ديال الدوائر الاولى، لانه مازال غادي تنفخ لينا باش تلقى المجال فين تنفخ، لاننا درنا فيها الخميره. وحتى بالنسبه للطياب باش يدخلها الطياب مزيان من الداخل، لانها الا زيرتو يديكم فراه غتجي مدقصه من الداخل وما غاديش يوصل لها الطياب. فكما كتشوفوا كيجي الشكل ديالها على هذا الشكل. كتجي الصراحه المنظر ديالها رائع وسهله بزاف، يعني كنخرجوا جوج وريضات في دقه واحده على هذا الشكل. كنحاولوا اننا نحلوا دوك الوريقات بيدينا صافي، ونحاولوا اننا نجمعوها مزيان من الوسط، ونحاولوا اننا نسدو مزيان دوك الورق، ديك الدائره اللي كتبقى في الاخير. ضروري ما نسدو هكا مزيان بيدينا باش ملي نجيو نقليوها ما تحلش لينا. فهنا غادي نعاود معكم وحده اخرى. كما كتشوفوا غناخذوا 6 ديال الدوائر ونحاولوا نحطوهم يعني وحده تقريبا فوق من الاخرى، ونبدا هكا ندور فيهم وانا كنضغط باش يلصقوا ليا مع بعضياتهم. وكما قلت لكم 3 ديال الدوائر الاولى ضروري تخفوا فيهم يديكم. فصافي كنحاول هكا نضغط مزيان مزيان باش تلصق ليا هاد العجين. فالعجين راها يعني مرخوفه فراها كتلصق بسهوله. صافي كنحاول هكا نضغط عليها غير شويه باش تشد راسها، ونحليها هاد الوريقات باش تشكل لينا هكا وريضه، ونحطها في جنب، نخليها هكا في واحد البلاطو.
حتى نكمل الكميه كامله. فانا غادي نستمر على هذه الطريقه كما كتشوفوا، يعني طريقه اللي هي بسيطه بزاف وسهله، يمكن اي واحد يعني يديرها. والاجمل في هادشي انها كتجي الشكل ديالها رائع وكتجي يعني زوينه بزاف. فانا غادي نكمل على هذه الطريقه حتى نكمل هذه الكميه كامله اللي عندي، ونرجع معكم ان شاء الله. فهنا بغيت غنوريكم ديك العجينه اللي شاط ليا، يعني اللي بقات كتشيط. فراني خليتها حتى ارتاحت ليا مزيان في البلاستيك، يعني بيد ما كملت الكميه اللي عندي ديال العجينه. فلقيت هذوك الشياطه اللي كتشيط لقيتها يعني هكا طلقات ولا رطبه، ما بقاتش قاصحه نهائيا. فحتى هي كما كتشوفوا طلقتها بالمدلك مزيان، وغادي نشكل بها هكا وريضات بطريقه اللي هي بسيطه بزاف وسهله. فبالنسبه لهاد الوريضات فضروري ما ينشفوا لينا مزيان، خاصنا نخليهم على الاقل واحد ساعه المكانه في شي بلاصه اللي تكون هكا مهويه، يعني حدا شي شرجم اولا، باش تنشف لينا مزيان وتشد فراسها، باش ملي نقليوها ما تحلش لينا نهائيا. فهنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي، خليت هاد الوريضات حتى نشفوا ليا مزيان، يعني خليهم ينشفوا مزيان، تقريبا خليتهم من ساعه حتى لساعتين. اللي عندها الوقت فتخليهم كتر، شحال ما نشفوا مزيان شحال ما كيشدوا في راسهم مزيان، باش ما يتحلوش لينا ملي نكونوا نقليو فيهم ويبقاو شادين الفورمه ديالهم. هنا كما شفتوا راني وجدت العسل، وجدت الكسكاس اللي غندير فيه هاد الوردات يتسقطروا. وخديت هنا واحد الكوكوط اولا خذوا شي طنجره، اللي من الاحسن انها تكون ثقيله باش الحراره توزع لنا فيها كامله ويتحمروا لنا كلهم في خطره واحده. فهنا خديت الكوكوط كما قلت لكم، ضعت فيها واحد الكميه معقوله ديال الزيت، وخليتها حتى سخنت مزيان مزيان. عاد من بعد نقصت ليها عاوتاني البوطه، يعني حتى لاقصى درجه عندكم في البوطه ضروري ما تنقصوا. علاش؟ لانه هاد الوريضات الا جهدتوا اليوم البوطه فراهم غيتحمروا من برا، ومن الداخل غيبقاو لكم عجينه، يعني غيبقاو لكم خضرين. فضروري ضروري ما تنقصوا البوطه مزيان، وتعطيوهم وقتهم، يعني تخليهم يطيبوا على خاطرهم باش الطياب يدخلهم حتى من الداخل. لان كما شفتوا العجينه ملويه، صعيب ان يدخل ليها الطياب. فضروري ما تنقصوا البوطه وتخليوها تعطيوها وقتها حتى طيب على خاطرها. فكما شفتوا فراه الفورمه ديالها كتبقى هي هذيك، ما كتحلش، فقط كتنفخ واحد شويه لان درنا فيها الخميره، اما الشكل ديالها كيبقى هو هذاك. فبالنسبه للعسل، اللي بغات تحضروا منزليا فتحضروا مزيان، اللي ما بغاتش، انا هنا الصراحه كان عندي العسل في الدار، يعني ما كاينلاش ان نصايب عسل واحد اخر وانا كاين عندي العسل. فقط هنا خديت تقريبا واحد كيلو ديال العسل، اللي ضفت عليه واحد المعلقه كبيره ديال الجليكوز كان حتى هو متوفر عندي. درتهم فوق البوطه حتى سخنوا ليا مزيان، وداب ليا داك الجليكوز مع العسل صافي، وطفيت عليه وخليتهم حتى بردوا ليا تماما. يعني ضروري هاد العسل ما ديروا فيه الشباكيه ديالكم حتى يكون بارد. فبالنسبه اللي بغات تحضروا في المنزل فغادي تاخذ قالب ديال السكر اولا سكر سنيده اللي عندها. فكل 2 كيلو ديال السكر كيحتاج ليه لتر ديال الماء. فبالنسبه للقالب كيكون فيه 2 كيلو، يعني غادي نحتاجو معاه اطرو ديال الماء، غنوضعوه هكا في شي طنجره حتى يذوب لينا مزيان. ونهار كامل اولا ليله كامله، مهم يذوب لينا داك السكر. من بعد غادي نديروه هكا في الكوكوط، غادي نضيفوا عليه واحد شويه ديال المسكه حره اللي مدقوقه، غنضيف واحد العويدات ديال القرفه وواحد الحامضه اللي مقطعه شرائح، ونزير عليه الكوكوط وندير الصفاره، ونديرو على عافيه اللي تكون متوسطه، نخليه تقريبا واحد 35 دقيقه. ومن بعد نحل عليه نخليه حتى يبرد ليا تماما، ونشوف ديك الساعه القوام ديالو كيفاش داير. الا لقيناه ثقيل فراه مزيان، يعني خاص العسل يكون ثقيل باش يشد لنا في الشباكيه. اما الا كان خفيف فزيدي ليه شويه ديال الطياب تقريبا واحد 10 ديال الدقائق وغادي يكون معك واجد. وبالنسبه للعسل ضروري ما يكون هكا ثقيل. فغادي نكمل هذه الكميه ونرجع معكم ان شاء الله.
فهذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا اولا ديال هاد الوريضات. فكما شفتوا المنظر ديالها كيجي راقي، كتجي رائعه، وطريقه اللي هي بسيطه بزاف وسهله وما كتاخذش معنا الوقت نهائيا. كتجي هكا معسله كما قلت لكم. العسل فانا كان متوفر عندي في الدار، يعني كنت خديته شحال هادي وما استعملتوش، فداك الشيء علاش قلت نستعملو في هاد الشباكيه. فقط زدت عليه الجليكوز وكيجي هكا لاصق لينا مزيان في الشباكيه، كيجي معلق. كنتمنى ان لا فيديو يعجبكم، وما تنساوش تخليو لي واحد لايك، واللي باقي ما تابوناش كنتمنى انه يتابونا معنا.